بسم الله. السلام عليكم خواتاتي، مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم غنشارك معكم واحد الطبق لذيذ بزاف بزاف، الكفته ديال الحوت الطون اولا سمك الطون. ان شاء الله تجربوه الى اعجابكم. عندي واحد الكميه ديال الحوت الطون اولا الطونه، هكا هشيتها مزيان اولا طحنتها على شكل كفته. من بعد درت واحد البصله كبيره شلطتها بهذا الشكل هذا، مع جوج ضروس ديال الثومه، واحد الكميه ديال الشحمات الكلوه. كنطحنوها مزيان بهذا الشكل هذا. كما كنعرفوا ان الطون كيكون قاصح اولا ناشف، وهذا الدور ديال الشحمه كتخليه كيجي فتي. من بعد غنزيد مع هاد المقادير: قزبر ومعدنوس مقطعين، القزبر حبوب مطحون، الخرق ومعرق، التحميره، الابزار، والملح حسب الذوق، الكمون، وواحد ربع حامضه مسيره مقطعه مزيان رقيق. هادو هما المقادير بالنسبه للكميه على حسب اللي نتوما موجدين اخواتي. كنخلط مزيان المكونات وكنكور ديك الكفته على هاد الشكل هذا. بالنسبه لي انا درت هاد القياس، وعلى حسب الذوق ديالكم كبروا اولا صغروا. من بعد خديت واحد طنجره ديال الطاط اللي غندير فيها لاصوص درت فيها مطيشه، بصله، ثومه، الربيع والمعدنوس مقطعين، ونفس العطريه اللي درنا في الحوت. ودائما الكميه كما قلت لكم على حسب اللي نتوما موجدين اخواتي كديروا المقادير. والزيت البلديه، وخليت الكل كيتشحر. من بعد زدت عليه ديك الكفته على هذا الشكل هذا صافي. زدت هنا الفلفله حاره والحامض صافي، وغنزيد عليهم. ما غنزيدش الماء، غطيب فقط في هاد لاصوص اولا في هاد المريقه اللي كاينه. فقط واحد 10 دقائق العافيه مهيله غتكون موجوده اخواتي على هاد الشكل هذا. كما كتشوفوا معايا كتجي رائعه، كتشرب ديك لاصوص وكطيب ديك الكفته صافي. كنديرها في صحن التقديم على هاد الشكل هذا، كتجي رائعه في طبق مزربه كيوجد ولذيذ بزاف. وهاد الطريقه غتخلينا ناكلو اولا المذاق ديال الطون اولا سمكه الطون. كتجي فتيه بزاف بزاف وكتجي رطبه، لان كنعرفوا هاد الحوت اولا هاد النوع من الحوت كيجي قاصح ومعنزز بزاف. وهاد الاضافه ديال الشحمه كتجيبو لذيذ. ان شاء الله تجربوا اخواتي، الى اعجابكم خليتكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله.